السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. معانا شوية خضار كده حابين ان احنا نخزنهم، بس هنخزنهم بطريقة سهلة خالص. المفاجأة بقى، مش هنغلي مية، مش هنحط ملح، ومش هنحط خل، ومش هنحط سكر، ومش هنعمل عمليات كيميائية في تخزين الخضار. تمام؟ ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي في وقت مش محتاجين ان احنا نغلي ميه للخضار. احنا في الشتاء والخضار كله منعنع وطازه ومسكر. يعني البسله مثلا انا جبتها فصصتها من القرون وغسلتها وصفيتها وخزنتها في اكياس تلاجة بس، واكبس اكبس اكبس وارمي في الفريزر خلاص. بس مش هغلي ميه. انا عامله الفيديو ده مخصوص علشان اقول لكل الناس اللي بتغلي ميه، يا جماعه مش على الفاضيه والمليانه كده نغلي ميه للخضار. الخضار بنغلي له الميه في اوقات معينه، لما بنكون خلاص جايبين الخضار في نهايه الموسم بتاعه وحابين ان احنا نخزنه في الفريزر، لانه بيبقى ناشف بقى ومجرمس بقى في زرعه، فمحتاجين ان احنا نوقف عمليه نضجه. يعني هو بيبقى بيفضل بقى يكمل نضج، فهو اصلا جاي ناشف لانه هو خلص في نهايه موسمه. فعشان انت توقفي نضجه او تحطيه في الفريزر على وضعه، هو بيكمل نضج فهو ناشف، فهيزيد بقى في نشوفيته. فلازم ان احنا في الوقت ده نغلي له ميه ونضيف له شويه الاضافات اللي هنبقى نتكلم عنها. نفس الحكايه الكوسه، لما تيجوا تركزوا في الكوسه هتلاقيها صغيره، مش في الفيديو، في السوق. بص في السوق هتلاقي الكوسه صغيره وخضراء ومنعنعه. انتوا عارفين الكوسه اللي انا بقطعها دي ايدي كانت بتلزق وانا بقطعها من كتر ما هي مسكره. كل الخضار كده، يعني هو حاليا كل الخضار كده. انت حاليا لو هتخزني اي نوع خضار تقدري تخزنيه بالطريقه اللي انا بعملها دي، وانتي قلبك جامد، ما تخافيش من اي حاجه. صدقوني يا جماعه، اعملوا الطريقه دي وعلى ضمانتي. انا بتحدى اي حد يخزن الخضار وبيغلي له ميه. انا يعني جات لي الفكره، انا بتفرج من يومين لقيت كل الناس اللي بتخزن الخضار على طول ميه مغليه، فالفكره استفزتني. يا جماعه احنا نغلي الميه ليه لحاجه خضره وجميله ومنعنعه؟ هاتي بس الحاجه من السوق واغسليها كويس وقطعيها وحطيها في اكياس تلاجة ودخليها الفريزر، وقت ما تحتاجيها خرجي الكيس من الفريزر واستعمليه وهو متلج. واتحدى اي واحده تقولي ان هو ما كانش كويس او ما كانش طعمه حلو او ان هو ما كانش طازه، طعمه ما كانش طازه. وده جزر، الجزر جبته قطعته مكعبات. نفس الحكايه برضو، بغسله كويس بقشره واقطعه مكعبات وبحطه في اكياس تلاجة وبحطه في الفريزر. كل الخضار اللي انتوا شايفينه ده انا بحطه في الفريزر، ولما بحتاج اي حاجه بخرجها وبحطها في الحاجه اللي انا هعملها بتلجها. ما بسيبهاش تفك، اهم حاجه ما بسيبهاش تفك. دي ملحوظه مهمه جدا، انا ما بسيبهاش تفك. وبتاكلي الحاجه كانك لسه جايباها من السوق، كانك يعني قطفها من زرعه. الفلفل الاحمر كمان مفيد جدا، بستعمله في المحاشي، في صلصه الطماطم، في خلطات الرز. يعني بصراحه بستعمله في حاجات كتير، سواء الفلفل او الاخضر او الاحمر. فانا بحتاجه. يعني لو انت بقى ما بتحبوش في الاكلات عادي تقدري ان انت ما تخزنوش برضو. انا بجيبه بخزنه بالطريقه الطبيعيه العاديه جدا، ولا بغلي ميه ولا اي حاجه. ده بعمله في كيس لوحده، وده بعمله في كيس لوحده. فانا عامله الفيديو ده النهارده علشان اقول يا جماعه تخزين الخضار سهل خالص وبسيط والحياة جميلة، مش محتاجين بقى نغلي مية. انا يا جماعة بنوه تاني، غليان المية ده بيبقى في نهاية موسم الزرع خلاص. يعني مثلا في نهاية البسلة وبتودع بقى وبتسيب السوق، محتاجين شوية بسلة نخزنهم خلاص. هي في النهاية بتبقى اصلا نشفت، حتى ما تيجي تدوقيها بتلاقي ان هي سكرها قل. فانت من هنا مضطره ان انت تغلي ميه وبتبقي تحطي فيها معلقه سكر، لان الميه مع السكر للبسله بتخليها جميله جدا جدا، حتى لو انت بتخزنيها في نهايه الموسم. دي معلومه مهمه جدا. تمام. زي ما قلت يا جماعه، بكرر مره واتنين وتلاته. لو انت هتجيبي خضار حاليا تقدري تخزنيه بالطريقه بتاعتي دي، وهتاكلي احلى خضار كانك لسه جايباه طازه. وتحدي، اتحدى اي حد يقول انا جبت الاكل وطلعته من الفريزر طبخته وغير طعمه. لو احنا هنخزن الخضار في نهاية موسمه وهو خلاص بيودع من السوق وماشي بيشطب، لازم نغليله المية. يبقى المية مش على الفاضية والمليانة نغليها عشان نخزن بيها خضار. دي كانت معلومة حبيت ان انا اوصلها لكم. كان فيديو بسيط، بس صراحة الفيديوهات اللي انا اتفرجت عليها يعني استفزتني شوية. حبيت لما اخزن، انا بستعمل اكياس بتبقى بسوسته كده بتيجي من ايكيا، بس للاسف ما قدرتش اجيبها المرة دي.
حبيت اوريكم طريقة تخزيني في كيس التلاجة. انا بجيب كيس التلاجة بحطه على حاجة قطن، وبجيب الطرف التاني عليه الكيس وبضغط بالمكوى، يعني كام ثانية مش اكتر يعني، وبتلاقيه اتقفل وتشمع معاكي كده زي الفل. الحاجة دي بقى بتحطيها في التلاجة في الفريزر فوق بعضها كده عشان توفر مساحة وما تاخدش منك وقت، بتبقى منظمة وباينة وحلوة. بنوه للمرة الأخيرة يا جماعة، الحاجات دي هنستعملها، نخرجها من الفريزر على الاستعمال على طول، ما نسيبهاش تفك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش تضغطوا لايك ليه واشتراك للقناة عشان القناة تكبر بيكم وليكم. شكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.